هتعملي أكتر من 70 قطعة من كيلو واحد بس من الدقيق. أحلى ميني بيتزا ممكن تاكليها في حياتك، طريقتها سهلة وسريعة وبسيطة. لو ما عندكيش أي مكون من اللي هقولهولك ابعتي حد من عيل من العيال كده ويجيب لك مكونات اللي ناقصة عندك وتشجعي يلا واعملي لهم أحلى ميني بيتزا. بصوا بقى السوا بتاعها مظبوط جدا، اللهم بارك. أكيد هي شكلها أصلا بيتكلم من كتر الجمال والحلاوة والطراوة والهشاشة اللي فيها. ذكر النهاردة هيكون لا إله إلا الله. طول الفيديو قولي لا إله إلا الله. معلقتين كبار من السكر طبعا حبيبات، عليهم كيسين كاملين من الخميره الفوريه. ما تستكتريش الكيسين، هما الكيسين يا دوبك على قد الكيلو. ونزلت كمان بكوبايتين من الميه الدافيه، الميه تكون دافيه مش سخنه، لو سخنه هتبوظ لك الخميره. قلبي المكونات الحلوه دي مع بعض واستني عليها لمده 5 6 دقايق كده اهو، لحد ما تتاكدي من سلامه الخميره وبدا يطلع فقاعات زي ما انت شايفاها كده، وشايفين فقاعات هيبقى كده الخميره تمام. وهنبدا نكمل الوصف. انا جايبه دقيق لكل الاغراض. هاتي اي دقيق متوفر عندك وحطي كيلو كده اهو على جنب، خليه جنبك كده اهو. ونزلت على طول بنص كوبايه من الزيت، زيت ذره او زيت عباد او اي زيت متوفر عندك. كيلو بقى من الدقيق عليه معلقتين مليانين من الزعتر المجفف او زعتر فريش كده، وانزلي بشويه صغيرين. طرف المعلقه بس كركم او كركم كده هو يدي العجينه لون حلو. معلقه صغيره من الملح، ومعايا كمان كيس كامل من كيك شيف او البيكنج باودر. هي دي كل المكونات. ما عندكيش زعتر ممكن تستغني عنه. ممكن تحطي في العجينه كمان بصل باودر او توم باودر، بيدي العجينه مذاق حلو جدا. هنا بقى هنزل كمان بنص كوبايه من الميه وبس كده. هي دي المكونات. هنستمر بقى في العجن كده وفي العجينه لحد ما العجينه تكون ملساء تماما. انا فضلت اعجن العجينه دي لمده 15 دقيقه. لما ما لقيتهاش ملساء معايا وعماله اعجن وهي لسه برضو مشققه كده ومش تمام، بتطفلها كده وشويه ميه صغيرين بشويه ميه صغيرين. طب لو حسيتيها ملزقه بزياده يبقى هنضيف معلقه كبيره من الدقيق، وكل شويه تضيفي كده وشويه دقيق صغيرين. استمري في العجن لحد ما تفصل من ايديكي تماما، وحطيها في البوله وغطي عليها لحد ما تبدا انها تختمر وتتضاعف حجمها. يعني سيبيها كده اهو تختمر مع نفسها لمده ساعه الا ربع، من نص ساعه لساعه الا ربع بالكتير. ادي بصلايه استنيت لما الزيت يسخن وحطيت بصلايه وعليهم معلقه من الثوم، معلقه صغيره كده من الثوم، وابداي شوحي الخليط الحلو ده. طبعا البيتزا في ناس بيحبوها بالثوم بس، انا بحب كده اهو اشوح لها بصلايه صغننه كده اهو. حطيت معلقه كبيره من صلصه، لو مش متوفر صلصه حطي على طول عصير طماطم، وقلبت كده اهو الصلصه كده عشان اطلع اي مواد حافظه فيها. وحطيت بقى هنا حوالي 6 طماطميات معصورين في الخلاط، ومعلقه من الثوم البودر، معلقه من البصل البودر، نص معلقه صغيره من البهارات المشكله، معلقه صغيره من الملح، وبس كده. وسبت بقى التسبيكه تتسبك كده اهو، او الصلصه بتاعتي تتعمل كده اهو مع نفسها علشان تكون احلى مذاق. ممكن تضيفي لها في المرحله دي معلقه صغيره من الزعتر. هنا بقى شفتوا العجينه في اللقطه اللي فاتت كانت اختمرت وكانت زي الفل. فكيت الخمر منها كده زي ما انتم شايفين، وقسمت العجينه قطعتين، وهبدا بقى على طول ان انا افردها. لو انت ابتديتي تفرديها بالمردانه كده واتفردت معاكي بسهوله يبقى هي كده اختمرت وكده مظبوطه. بصوا ما فيهاش اي تلزق زي ما انتم شايفين، تتفرد معايا بكل سهوله. طبعا لما تجيبي كيلو من الدقيق على طول حطي، دايما يكون متوفر عندك زياده عن الحاجه اللي انت هتستخدميها، علشان ممكن تلزق معاكي، ممكن تلزق معاكي العجينه ما تظبطش وهكذا. هنا بقى كان عندي كوبايه ستانلس، او لو انت عندك مقطع كده اهو كبير ابداي قطعي بقى القطع اللي انت حباها. انتوا عارفين على في مره صورت فيديو ميني بيتزا كان عمل لي اكتر من 100 قطعه، لان المقطع بتاعي كان حجمه صغنن جدا. يعني البيتزاية على قد قطع قطمتين وخلاص. هنا بقى الكوبايه زي ما انتم شايفين عملت الكميه الحلوه دي، عملت والله فوق ال70 مقطع، عملت صاجين زي ده كمان. هنا بقى صاج مدهون زيت، طبعا افضل صاج اللي هو الالمونيا او اي صينيه عندك، وغرزيها بقى بالشوكه كده اهو علشان ما تنتفخش بزياده عن اللزوم. زي ما انتم شفتوا لما انا فردتها كان سمك السمك اللي انت تفرديه بيها تقريبا نص سنتي، لان انت كمان عقبال ما تفرديهم كلهم في كل الصواني هي حجمها كمان هيبدأ يزيد. ادي بقى الصلصة الحلوة دي زي ما انتم شايفينها، على طول كده وحطي معلقة كده على كل واحدة، افرديها كده اهو بأي فرشة او بظهر المعلقة وبس كده. بصل بقى، طماطم، فلفل، زيتون، اي حاجة متوفرة عندك حطيها. يعني هو لو انت عندك حتى يعني اي حاجة متوفرة في التلاجة ابدأي على طول حطيها. حطي جبنه بقى الموتزاريلا في المرحله دي. مش هستنى لما تستوي نص سوا لان هي كده كده مش هتاخد وقت خالص. دخلتها على فرن ساخن لمده نص ساعه، نص ساعه والجبنه كانت ساحت وبقت بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والاهم من اللايك هو ذكر الله، لا اله الا الله. يلا افضلي قولي بعد ما تقفلي الفيديو لا اله الا الله. شكرا لكم والسلام عليكم.